يا مساء الفل. ازيكم يا احسن ناس في الدنيا ويا اغلى ناس في الدنيا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي ومتابعيني الغاليين. يا رب دايما في هنا وخير وسعادة. مخبوزات شيماء والزمن الجميل. هنعمل النهارده ايه؟ الصيف بيجي والملوخية الخضراء التحفة لازم تلاقوها كده. بصوا كأنكم معاكم نعناع اخضر. بصوا الجمال وجمال الملوخية فلاحي بجد، اللي هي يقول لي كده ملوخية جذورها حمراء. عايزين نعمل شويه ملوخيه خضراء النهارده باضافه بسيطه كده. بصي تحفه واسهل من السهوله. عايزاكم تشتركوا وتتابعوني لو اول مره تشوفوني وتكبروا بخاطرنا وتقولوا لنا كمان كلمه حلوه كده عشان نعمل شويه ملوخيه خضراء. الصيف اول ما بيهل علينا الملوخيه الخضراء والباميه، انسوا بقى. يلا انا بفك الملوخيه دي وبغسلها زي ما هي كده عيدان. بجيب طبق كبير وبغسلها زي ما هي كده. على فكره اما بتغسلوها زي ما هي بالشكل ده وبعد ما بتغسلوها بتعملوا فيها كده تصفوها شويه، بتبدا ان هي تنشف بسرعه، غير لما بنقطفها او يعني بنقطفها او نقرطفها من العيدان كده ونسيبها تنشف. لا، الطريقه دي حلوه قوي. انا بغسلها كويس في طبق كبير وبعملها كده. هغسلها بقى واسيبها تنشف وبعدين نقعد نقطفها كده مع بعض. طبعا المخرطه المخرطه دي طبعا من روايح الزمن الجميل بيتهيألي يعني. ليه بقى؟ لان كتير جدا مننا ما بقاش يخرط الملوخيه. اغلبيتكم بتخزنوها وكل الحاجات الحلوه دي مفيش مشكله طبعا. في ناس بتشتريها جاهزه برضو مفيش مشكله. بس انا بصراحه بحب اعمل الحاجه على قديمه يعني، زي ما تقولوا كده بريحه الزمن الجميل، او زي امي معودتنا الله يرحمها. فهنخرط شويه الملوخيه دول ونقوم نفورهم او نطبخهم مع بعض. ومع اضافه بسيطه كده انا بضيفها على الملوخيه، والله ما بتفرقش، بس ما بتفرقش في اللون ولا في اي حاجه، بس بتدي طعم زي العسل. نخرطها ونطبخها على طول. بصوا يا جماعه، دي الشوربه بتاع الملوخيه تمام كده. بس هضيف لها شويه طماطم صغيرين، مش عايزين طبعا دي براحتكم. ماشي. طيب والله العظيم ولا بتفرق في لون الملوخيه، هي بتفرق في الطعم بس، بتديها طعم حلو قوي قوي. بس هنخليها تغلي كده وبعدين نعمل ملوخيه. بصوا بقى بدأت تغلي اهي شويه حلوين كده. ماشي. هننزل بالملوخيه بتاعتنا. تمام. ما تخلوهاش بقى تغلي ولا تغطوها، ولا الملوخيه بتاعتكم تغلي ولا تتغطى. ليه؟ عشان تفضل خضرة. لما بتتغطى لونها بيغمق، بتبقى لونها يعني تتغطى بس مش دلوقتي، اما تبرد خالص. وكمان ما تخلوهاش تغلي عشان برضو ما تسقطش تحت وتلاقوا الملوخيه فاصله كده بقت نصين. برضو شويه التوم كده. تمام. تعملوا بقى بزيت بسمنه اللي انتوا عاوزينه. ماشي. توم يعني ايه بقى وملوخيه؟ يعني شويه كزبره ناشفه قوي. بس هنزل بيهم المفرومه تبقى ذهبي شويه كده. شويه الكزبره بقى بتوعنا. تمام. في اكلات معينه كده يا جماعه انا بحب اعملها معاكم زي الباميه، الكفته، الملوخيه، حاجات كده يعني انا بحبها تبقى عندي يعني. بالنسبه لي الاكلات دي قديمه ومميزه شويه. تحمروش بقى التوم بتاعكم قوي عشان ما يخليش التومه لما بتتحمر قوي بتبقى مرره. ماشي. تحفه، اقسم بالله تحفه تحفه تحفه. ريحتها تجنن، والطريقه اللي بنعملها بيها كمان روعه جدا جدا. هي مش افتكاسات ولا حاجه، بس بتبقى اضافات بسيطه كده وحاجات بسيطه هتخلي الملوخيه معاكي ما تسقطش كده تحت وتفصلي، تبقى نصين. وكمان ما تبقاش لونها غامقه، تفضل خضره زي ما هي لاخر طبق كانك لسه عاملاها النهارده. بس تعالوا يلا بينا.